السلام عليكم ورحمة الله، منورين متابعينا ومتابعين سنة رمضان القنوات المنزلية. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. وزي ما وعدناكم ان احنا هنبدا بقى نعمل لكم ايه الايام اللي جايه ديت، شويه فيديوهات كده نعوضكم طبعا ايه الايام اللي فاتت. هنعمل لكم برده فيديو كده برده بخصوص شهر رمضان. برده الناس كانت سالت عليه كتير بعض شويه الرفايع اللي بيحتاجهم شهر رمضان. الاول ما تنسوش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. نبدا طبعا عشان كنا عملنا الفيديو اللي فات عن علب التخزين بتاعت الكحك والبسكوت، فهنجيب لكم طبعا يعني ايه الحاجات طبعا اللي هي لزوم الكلام بقى ايه الكحك والبسكوت والعجين والسبليهات والحاجات دي كلها. هنبدا مثلا معاكم بحاجه زي كده اهي، دي ختامه بتاعت بسكوت كلكم طبعا عارفينها غنيه عن التعريف، بس طبعا احنا منزلينها طبعا باسعار كويسه. ديت حاجه في نوعين منها، ديت المدوره بيجي معاها لان في منها نوعين الناس كلها تبقى عارفه. دي ادي قطعه 2 3 4 5 6، دول 6 قطع مش 4 لان في كارت منها عليه 4 قطع. والختامه بتعمل نفس الاشكال اللي على الدوائر ديت بشكل دائري، تمام كده. دي حاجه في منها نفس الفكره ونفس الموضوع بس مربعه، يعني هي ولكن ديت طبعا ايه اللي حد بيحب بقى الحاجه مدوره. البسكوت بتحبيه تعمليه مربع، دي الاختام الحاجات اللي هي المربعه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. دي حاجه ما شاء الله كويسه مستورده خامه عاليه، حاجه ما شاء الله. طبعا الناس اللي بتحب البسكوت وبتحب تعمل حاجه في بيتها تمام، بتكون ان انت بتعملي العجين بس وتبداي تحطي ديت جوه هنا وتتكي بالسوسته دي عليها كده، تيجي ختمه لك الايه العجين زي ما انت شايفاها كده. تمام، احنا هنحاول يعني ايه في شهر رمضان مش هنعمل فيديوهات الا على الحاجه اللي هي تخص شهر رمضان، تمام، عشان كل ست بيت بتعمل حاجتها يعني حاجتها في البيت، وده عند كل المصريين طبعا، وست بيت المصريه طبعا ديت ما شاء الله يعني كل حاجتها بتعملها. تمام، الحاجه الثانيه عشان طبعا الناس اللي بتحب تعمل قطايف، ده طقم مكون من قطعه 2 3 بمقاسات مختلفه زي ما انتم شايفين كده، واضحه طبعا قدامكم. دي مجرد انت بتعملي القطايف تمام، ان انت بتحطيها هنا وتقلبي دي كده وتحطيها وتحطي الحشو بتاعها حسب طبعا ايه المقاس اللي انت عايزاه. في ناس بتحب طبعا تعمل اللي احنا بنسميها بقى كده بالبلدي كده ايه القطايف اللي هي العصفوره، تمام. احنا هتعمليها هتحطي القطايف وتحطي الحشو، مجرد انت تقفلي عليها كده خلاص اوكي، هي كده ايه لحمت وعملت شكل طبعا ايه الشرشره بتاعتها وكل حاجه 100 100 وتمام، مفيش اي مشكله خالص. ما بتاخدش منك وقت، تقدري انت تعملي القطايف في اقل من ربع ساعه بكميه كبيره، تمام. دي حاجه. طيب الناس اللي بتحب بقى العجين تمام، احنا جبنا لكم بقى الفراده الاستانلس مش الفراده بقى العاديه، تمام. الفراده عندنا بقى ايه، انسوا بقى الحاجات البلاستيك اللي هي بتتفاعل مع الايه مع الاكل والناس بتجيبها، احنا ما بنجيبش الحاجه اللي هي الصحيه، تمام. ديت مكونه من الجنبين، جنب عريض وجنب كنز، عشان انتوا بتعملي حاجات طبعا او بتعملوا حاجات طبعا صغيره تقدري تفرديها على قد العجين بالظبط. الكبيره زي ما انتوا شايفين كده ولها اليد عشان تشتغلي كده وتشتغلي كده زي ما انت شايفه كده وما تلزقش. يعني الستانلس حلاوتها ان هي ما تلزقش زيها زي السيليكون. السيليكون برده ما بتلزقش، بس يعني جبنا لكم وفرناها لكم علشان طبعا في حد طبعا يعني ايه حابب العريضه حابب الكنزه تعملي اللي انت عايزاه، وانت طبعا يعني ايه مفيش اي مشكله، مش تفردي العجين يلف على العجانه اللي هي البلاستيك او الخشب اللي مش كويس ويتفاعل مع الاكل وكلام من ده والعجين عشان صحتك وصحه اولادك، تمام. ركزوا في الكلام ده عشان خاطر الحاجات دي ممكن انت ما تكونيش شاغله بالك بيها ولكن هي مهمه جدا، تمام. هوريكم برده السيليكون اهي، دي الفراده اللي هي السيليكون زي ما انتم شايفين كده اهي، تقدري انت تفردي بيها العجين، عجين البسكوت، السبليهات، اي عجين، وعجينه البيتزا اللي هي برضو الستانلس اساسا معموله تنفع طبعا ايه اساسا يعني البيتزات والفطاير والحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين كده، تمام. دي برضو نفس الفكره ونفس الموضوع ولكن سيليكون، والسيليكون امن، يعني السيليكون امن تقدري ان انت تفردي بيه بدون ان هو ما يلزق ولا ياخد منك اي مجهود، تمام. ادي برضو ايه حاجه. طيب عايزين نزين بقى، تمام. عملنا مثلا عجين وفردنا وخلصنا وتمام، هنقطع بقى السبليهات، هنقطع الاشكال،
ادي ده طقم مثلا من الاستانلس مكون من 6 قطع، نجوم، دبدوب، القلب اللي هو الابل، يعني الفراشات، اي حاجه. طبعا دي كارت مكون من 6 قطع استانلس، والاستانلس اللي احنا بنجيبه ده استانلس على المغناطيس. تمام. عشان هنوريكم حاجات تانية بلاستيك تركي امن، حاجه خامه عاليه. بس احنا بنبدا الاول بالاستانلس زي ما انتم شايفين كده، واللي ياخد مننا اي حاجه من دي ويصدق احنا المسؤولين قدامكم. احنا مش بنبيع لك الحاجه، وكل اللي بيتعامل معانا عارفين احنا مش بنبيع الحاجه ونقول لك روحي اتفضلي انت اشتريتي ودفعتي فلوس وشكرا فلوسك راحت عليكي. لا، احنا عايزينك تيجي لنا تاني، وعشان تيجي لنا تاني لازم نجيبوا المنتج اللي احنا نثق فيه. تمام كده. ده حاجه 6 قطع. تمام. ده حاجه 4 قطع على شكل اب اهو، 4 قطع، 4 قطع بس رسمه واحده، مقاسات مختلفه. حابه تعملي مثلا قلب صغير كبير اكبر زي ما انت حابه. تمام كده. يبقى احنا كده ختمت البسكوت، المكبس بتاع القطايف، الفراده الاستانلس والفراده السيليكون، وادي قطاعات السابليه وقطاعات العجين اللي هي الاشكال. تمام. طبعا جبنا لكم طبعا المستورد زي ما انتم شايفين كده. الشغل الحمد لله اللهم لك الحمد، الشغل كتير. تمام. انت تعرفي ان انت تجيبي حاجتك اللي انت تبقي مأمنه عليها الحي عليك وعلى صحه اطفالك منين، واسعارها ايه. والاسعار سامحونا بقى ان احنا الناس اللي هي بتسالنا على الصفحه على الاسعار، سامحونا ان احنا ما بنقولش اسعار، لان الاسعار في اليومين دول يعني غير مستقره، فما بنقدرش نقول اسعار. وتقدري ان انت تساليني مثلا على الصفحه تقولي مثلا الطقم مثلا زي ده كده، طقم القطاعه بتاع السبيعه عامل كام؟ تمام. اقول لك عامل قد كده من غير ما تسالي ولا تعرفي الجوده ولا الخامه ولا تعرفي اي حاجه، ممكن ما تجيش تكون واخده فيه سعر اقل اللي هو المصري بتاع ده. تمام. لكن احنا لما نجيب ده، تمام، بص كده حضرتك ورا كده، ميد ان تركيا اهو، فده اللي هو التركي مش المصري، فتسمعي ما تجيش. فعلشان تيجي تعرفي واوريك ان ده التركي، اقول لك ده التركي بقد كده، ده المصري بقد كده، يبقى انت عرفتي ده بكام وده بكام. الارزاق بتاعت ربنا، خلاص مشيتي جبت من عندي من عند جيلي مفيش اي مشكله، بس ما تقوليش ان انت سمعتي ويرجعوا بعد كده تقولي ايه لا ده قال لي سعر اغلى. اوكي. عشان كده يعني ايه نوضح النقطه ديت عشان الناس اللي بتسال بس تبقى عارفه ان هي لما بتسال مثلا حتى على اي منتج، انا لما برد ما بقولش اسعار على الصفحه، الاسعار من خلال المحل، وان شاء الله اقل اسعار، وكل اللي اتعاملوا معانا عارفين الكلام ده. تمام. دي حاجه بالنسبه للقطاعات. طيب دي مثلا برضو قطاعات تركي اهيت، بس جايين بقى ايه في علبه، حاجه ما شاء الله محترمه جدا، وبرضو عليها العلامه الصحيه وبيبي 5. تمام. اهيت تركي وعلى علبه تركي. تمام كده. اهي بيجي معاها علبه. تمام. العلبه فيها ادي 2 3، دي 3 اشكال تقطعي بيها كده وتقطعي بيها كده الاصغر، وتقدري ان انت تمليها من هنا كده لو طبعا عايزين تعملي حاجه مثلا عريضه بحشو او كلام من ده بتمليها. تمام. وتقطعيها بنفس السمك ده اهم. دول طقم 3 مع بعض. تمام. ده شكل. تمام. اهو هنحطوه مثلا مكانه كده. تمام. وادي شكلين تانيين، شكل بقى النجوم اهو. ركزوا يا جماعه معانا عشان الحاجات ديت هو دي يعني هي دي الحاجات بتاعت شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وتركي ادي 1 2 3، ادي 3 قطع تقدري ان انت تقطعي كده على العجين، بقت صغيره نجمه صغيره تقطعي كده نجمه كبيره. تمام كده. ده طقم برده مكون من 3 قطع مقاس 2 3. تمام. وكل حاجه في العلبه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. ماشي. جبنا بقى شجره الكريسماس دي، علبه برده على شكل طبعا شجره الكريسماس. هي العلبه، والشغل ده تركي يا جماعه،
الشغل ده شغل طبعا احنا تعبنا عشان نجيبه، لان الشغل ده كل اي حد حتى اصحاب محلات هتفرجهم هيعرفوا ان الشغل ده شغل قديم مش موجود دلوقتي، ومش بنرضى نديه لاي حد من اصحاب المحلات. احنا الكلام ده لمتابعينا، للناس اللي هم عملائنا زبايننا، يعني بنختص بيه نفسنا. تمام. دي شجره كريسماس برضه تقطعي من هنا صغيره، تقطعي من هنا ايه كبيره. تمام كده. ده بالنسبه للقطاعات. ماشي. طب انا عايزه بقى ازين، خلاص عملته تمام مفيش اي مشكله خالص، وعايزه ازين. جبنا لكم الحقنه بقى التركي اهي، تركي البضاعه ديت يا جماعه اهي. تمام اهي حقنه شكل 2 3 4 5 6 6 اشكال، تقدري انت تملي العجين بتاعك هنا. تمام. وتركبي الشكل اللي انت عايزه تعمليه. تمام. بسهوله جدا. تبداي ان انت مجرد انت تضغطي ضغطه كده حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها بالضغط هتطلع لك بنفس الشكل اللي هو هنا. الاشكال معاك اهي. برضه الشغل ده من الشغل القديم، الشغل التركي. ركزوا معانا لان الشغل دوت الحمد لله مش هتلاقوه عند اي حد. تمام. عملنا لكم كده يعني ايه، يعني بعض هي حاجات كتير، بس انا مش عايز يعني ايه اطول عليكم، لان انتوا عارفين مش حابب يعني مش حابب اطول عليكم في الفيديوهات. ليه؟ عشان طبعا يبقى الفيديو خفيف كده تبقوا مركزين فيه وعارفين بعض المنتجات اللي هي اللي طبعا اللي بتخص طبعا شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بعون الله برضه مكملين لاخر الشهر ان شاء الله بالفيديوهات وبكل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله، وكل حاجه يحتاجها شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. وما تنسوناش طبعا باللايكات وبالاشتراك بالقناه، واي حاجه محتاجين ان انتوا تسالوا عليها تعرفوها برضه زي ما قلنا لكم. اكتبوا لنا في التعليقات تحت، واحنا بنسيب لكم الروابط ونسيب لكم كل حاجه، روابط الصفحه. واي حد ليه تعليق على اي حاجه يا جماعه زي ما بننوه وبنقول الكلام ده يتفضل بكامل حريته. قول اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزاه، علقي على انت حاجه مثلا خدتيها مننا حصل فيها مشكله، ابعت لنا وقول لنا. في حاجات فيها مرتجعات، وفي حاجات كهربائيه فيها مرتجعات، وفي حاجات بلاستيك فيها مرتجعات، عشان ما تروحوش لاي حد تشتروا من اي مكان ويقول لكم لا الحاجه ديت مثلا لا مش هترجع. لا انا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا الكاتل نفسه ليه مرتجع من المصنع. تمام. بيحصل فيه مشكله ليه مرتجع. البلاستيك خدت مننا حاجه تخص البلاستيك من اي شركه من الشركات انكسر مثلا او في كسر، او انت روحتي لقيتي فيه كسر ليه مرتجع، مفيش اي مشكله خالص. تمام. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو ده ما نكونش طولنا عليكم فيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.